السلام عليكم الأول. أنا لسه صاحي من شوية والله. بس لما تصحى وتلاقي خراج، أنا مش عارف جه منين والله حباية. بس خراج يعني مخليني مش قادر أحود رقبتي، ده جاي هنا ورا في العرق اللي هنا. المهم يعني أنا كنت عايز أقول كلمتين، معلش مجرد كلمتين، وأرجو إن انتوا تستحملوني فيهم، وعارف إن أحيانا بغلس أو ببقى سئيل الظل، بس هما دقيقتين تلاتة. أول حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما نبينا موسى قال له، طلب منه الرؤيا، يا رب أرني أنظر إليك. قال له لن تراني، ما قالش لن أرى زي ما الشيخ الشعراوي قال. لن تراني يعني مش هتشوفني في الدنيا. طب إيه حكمة ربنا إنه خلاه ما شافوش؟ حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن سيدنا موسى مش هيتحمل الرؤيا. هو الشيخ الشعراوي من أعظم المفسرين، بس قال يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هو تجلى له بجزء من حجم عقلة الإصبع، هيحدد ربنا فهيشوف، لكن الكلام ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى لا يحدد، حتى لو بحجم عقلة الإصبع لا يحدد، مش لكل الأكوان، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي نغلو فيه. الحاجة التانية يا جماعة، احنا بنحب سيدنا محمد جدا جدا جدا، بس في ناس بتغلو فيه. يعني أنا في أغنية سمعتها من شوية اللي خلتني أرد، يعني كانت لياسمين الخيام بتقول تحياتي يا أجمل حب في حياتي، أو يا أول حب. هو طبعا احنا بنحبه جدا، بس هو مش أجمل حب ولا أول حب. ربنا أولا، يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعديه. بس في ناس بتغلو فيه، بتوصله والعياذ بالله لمقام الألوهية. يعني في ناس بتيجي لما تصلي المفروض تلاقيه يعمل الله أكبر، يعمل كده. لا، هو المفروض الله أكبر مرمي إيدي ورا. ليه؟ أنا برمي كل حاجة ورا، أمي، أبويا، ولادي، كل حاجة، كل حاجة برميها ورا لما بقول الله أكبر. ده أولا. ثانيا، احنا ربنا خلانا عشان نعبده وعشان ننبسط برضه. مش مصدق؟ هحسبها لك. اليوم عند ربنا في يوم ب50,000 سنة اللي بتعرج الملائكة، واللي هو يوم الحساب فيه، وفي يوم ب1000 سنة. وطبعا ربنا ليه إن هو إيه، اليوم إن شاء الله يكون ب500، ب1000، ب5000. هو ربنا اللي خالق الزمن وخالق كل شيء. فاليوم اللي ب1000 سنة أنت بتعيش كام؟ أنا هحسب لك 100 سنة، مش هقول 60 70 سنة، يبقى أنت بتعيش ساعتين صح؟ كل صلواتك فيهم لو صليت طول عمرك ما بيكملوش 5 دقايق عند ربنا في يوم. فربنا لو أراد لك، مش هنقول لو عايز لأن ربنا ما بيعوز، لو أراد لك ان انت مثلا ليه الصلاه ديت، كان الصلاه ديت يعني ايه، بعد ما تموت حتى يبقى ليك جزء. انا بعد ما تموت مش ليك جزء، انت بس بتستمتع. حتى زي ما قلنا، لو انا مش قادر اصلي، خليها يا سيدي صلاه الفجر. انا مش برخص لك، او الصبح كل يوم، مش برخص لك الصبح كل يوم لمده سنه، والله اكبر واستمتع. استمتع بقى من غير ما استمتع، اسم الله قدامي واستمتع، بسم الله الرحمن الرحيم، افكر بقى يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين في كل ايه، وانا مستمتع من غير اللي هو اللي حواليا، لان هي الصلاه بتحتسب. بس الموت يعني ربنا سبحانه وتعالى هتحس. تاني حاجة في حتة الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد كل شيء كل هو الله أحد، كل أعوذ برب الفلق، يسألونك عن الروح كل. إنما جه في حتة الدعاء، وإذا سألك عبادي عني خرجوا منها بقى، مع إنه أحب البشر ليه، بس خرجوا منها. فإني قريب. إذا على فكرة، إذا ديت يعني فعل واقع، بعكس إن. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ولو تلاحظ ربنا دايما في الليل حاجات يعني إيه، وانشقت السماء، وخسف الشمس والقمر، يعني كل حاجة ربنا بيتكلم بصيغة الماضي. ليه؟ لأن الحاجة ديت واقعة، وفي علم الله الحاجة حصلت. يعني في واحد كان كتب لي إن إحنا بنعصي ربنا، طبعا كل شيء بإرادة ربنا، فبنعصي ربنا بإرادته. طب ليه ربنا يحاسبنا؟ ده طبعا الكلام دوت وهم، أو كلام يعني حق ربي باطل. إحنا بنعصي ربنا بعلمه، بنعبد ربنا بإرادته، وبنعصي ربنا بعلمه. ليه؟ لأن في إرادة ومشيئة. يعني ربنا عنده إرادة، أراد الله، ومشيئة. المشيئة دي نافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انما الإرادة في نوعين: إرادة ربنا النافذة، وإرادة ربنا أراد لك كذا وأنت ما رضيتش. يعني ربنا أراد لك كذا، يعني ما يقول لك يضل الله من يشاء، كنت تقول الله طب ليه ربنا بيضل اللي هو البعض وبيهدي البعض؟ اتاري يضل اللي هو اللي عايز الضلالة، هو خلاص بقى عايز الضلالة، وبيهدي اللي عايز الهداية. انتوا خدتوا بالكم؟ فهي الحاجة والعملية بسيطة. كل اللي عليك، مش هقول لك يا سيدي صح، لا، انا دلوقتي شاغلني امر. يعني مثلا هندي مثال بالناس اللي بيموت لهم ميت. انا على فكره والدتي لسه ميته من اسبوعين، فبيجي تلاقي اللي بتصوت واللي بتعمل، وهو الميت لو موجود هيضربهم بالشبشب على فكره. يعني احنا لما بنروح التراب، انا بيعجبني قوي اللي بيقعد يغشش اللي هو الميت، يا فلان قول لا اله الا الله، ببقى دوت يعني فعلا عايز اشيله وارميه. هو ما بيقولكش من الله اول سؤال، بيقول لك من ربك. من ربك يعني ايه؟ ربك بقى كان المال، الاولاد بتحبهم اكتر. ما انا اللي بيحب ربنا يرفع ايده فوق، بنقولها في الافراح، بنعمل كده. ما كانش حد دخل كانش حد دخل والله النار، كان كله دخل الجنه. ما مش بكده. انما من ربك، مين اللي كنت بتحبه اكتر من ربنا؟ مين اللي كنت بتحبه؟ ما هو دوت اللي انت اشركت فيه. خدت بالك؟ فبيجي يا فلان قول لا اله الا الله، طبعا ده كلام فاضي. زي اللي بيروحوا التراب بيقول لك هنقرا القران. طب انت هتقرا القران؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالهاش. هل الرسول نسي؟
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ليه ما قالش قراية القرآن؟ قراية القرآن بركة ليك، إنما الدعاء للميت، والدعاء بيبدل الحال. يعني لما قال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى مش عايز أقول لك اللي هو الإيه، لا، نسخ اللي ما ننسخ من آية، عشان في ناس يقول لك إيه، إزاي ربنا ينزل حاجة وهو محكم ويرجع فيها؟ لا، ده دوت على الإنجيل والتوراة وبرضه للقرآن. إزاي؟ إن هو ربنا أراد منك شيء وخففه لك. يعني مثلا زي الصلاة، 50 صلاة وخففها لك: اتقوا الله حق تقاته، فكان شديد على المسلمين. طب اتقوا الله ما استطعتم، يعني أنا عايز حق تقاته بس هاخد منكم إيه؟ ما استطعتم. إزاي؟ لما قال اللي هو التسبيح سيدنا يونس، ربنا سبحانه وتعالى الملك يعني: يا رب ده صوت، قال لهم: أتدرون صوت من هذا؟ صوت إيه؟ يونس. قال لهم: ما سمعش كلامه ومشي من نفسه. وطبعا كلنا عارفين القصة ديت. فالتقم الحوت وهو مليم، ربنا سبحانه وتعالى عاتبه فبتيجي كان في رؤيا في الأثر إن في واحدة كان نفسها تخلف، فراحت لسيدنا موسى: يا موسى ادعو لي ربك أن إيه؟ يرزقني بذرية. نفسها تخلف. فدعا ربنا فقال له: يا موسى إني قد كتبت عقلي. جاب بعديها بسنة. يا موسى ادعو لي ربك أن يرزقني بذرية. قال له: يا موسى إني قد كتبت عقلي. فجي بعدها بفترة سيدنا موسى شايفها شايلة طفل من هذا؟ قالت له: طفل رزقني بالله. فرجع قال له: يا رب كتبت عقيم وولدت. قال له: يا موسى كلما كتبت عقيم قالت يا رحيم، كلما كتبت عقيم قالت يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي. يعني الدعاء ممكن يغير القدر، ممكن يغير حال الميت، بس الدعاء بيبقى لله، مش هقول بقى يا حسين ويا بدو. انا كنت بروح السيده نفيسه، انا مره شفت واحد متعلق في الحديد، يعني حرفيا لما جيت اتكلم وانا طالع، يعني كانوا يتلموا ممكن يضربوك، ما يدفنوك وانت موجود، ما حدش، الناس درويش. وانا طالع في واحده اصرت ان انا اخد حتتين لحم، ولو ما خدش هتضرب بقى، يعني حواليك اجسام بسم الله ما شاء الله. طب طبعا هتقولي فخدت، فالراحه بقى بحله باميه والراحه بحله محشي والكلام دوت، يعني ما دول ميتين. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم البشر ميت. يعني لما بدخل المسجد بلاقي مثلا اسم محمد واسم الله الاتنين قد بعض، لا، اسم محمد عظيم بس حطه تحت اسم الله بحاجه صغيره. ما نعملش، مش عايزين نغلو في اسم الرسول، مش عايزين نغلو في اسم الرسول. اصعب حاجه لما هتطلع بين ايد ربنا بعد الموت، دي اصعب حاجه والله. احنا كنا موهومين لما يقول لك ملك الموت، ملك الموت عذاب، ومنكر ونكير عذاب، وضمة القبر عذاب، ماشي، والموت وسكرات كل ده عذاب، الواحد مش عارف. بس انا افضل اتعذبهم مليار سنه ما اطلعش من ايد ربنا لحظه واحده. تخيل لحظه واحده، يعني الرهبه، حجم الرهبه، هو انت مش هتتخيلها. يعني مش، يعني مثلا لما اقول لك الكون وما يجيش نقطه في العرش 10,000 مليار، 10,000 مليار، يعني 10 مليون سنة ضوئية. سنة سرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر. خدت بالكم؟ وأنا كده طولت عليكم. ومن ناحية يا جماعة سحر الرسول، أنا بقول الرسول ما تصحرش، وكل واحد حر في رأيه، بس عمر ما الرسول ما يتسحر، لأن لو الرسول اتسحر، أنا لو مش مسلم أقول لك أنتوا بتتبعوا راجل مسحور، زي ما اتقال في القرآن راجل مسحور. طب ما يمكن كان بينسى، يمكن